السلام عليكم. بالنسبة لموضوع الصندوق والشباب اللي بتتجوز ولازم تدفع في الصندوق عشان تتجوز وكده. هو أصلا بعيدا عن الموضوع ده، يعني أولا اللي أنا متخيله إن في كثافة سكانية في البلد. أنت فاهم إزاي؟ والناس كترت. فهي البلد بتحاول اللي هي تقلل الكثافة السكانية دي على قد ما تقدر. هتقللها عن طريق إن هي يعني الشاب أول ما بيكون نفسه وبيبقى عنده شقة وجهز نفسه، وكمان في ظل ارتفاع الأسعار في الدهب والكلام ده كله. أول ما الشاب ما بيقول بسم الله خلاص أنا هتجوز، بيكون وصل مثلا 28 29 30 سنة. فبرضه السن ده مش هينفع إن أنت تتجوز فيه. لأ، يعني على رأي الفنان سعاد صالح الله يرحمه، قال لك هتخلص تعليمك وقبل ما تخلص جيشك ويبقى تبقى شاب 59 سنة والقوة العاملة ترحلك على المقابر على طول. ده اللي بيتم دلوقتي يا جدعان. فخلاص اللي هو انت أول ما بتبتدي تكون نفسك وتقف على رجلك هتكون شاب 45 سنة 50 سنة. هتلاقي قانون الصندوق ده ظهر على أيامك بقى. ما انت خلاص هتكون كبرت. ما انت مش هتفضل طول عمرك شاب صغير. ما انت لازما هتوصل لل50 وهتبقى خلاص بقى وصلت بقيت شاب لازم تتجوز انت عندك 50 سنة. فهتبتدي بعد كده انت تدفع الصندوق. فهتقول لا أأجل الموضوع شوية. فاللي هو ايه، هتبقى شاب 60 سنة. ما انت برضه 60 سنة لسه شاب. هتدفع، خلاص بقى هكون كونت الفلوس بتاع الصندوق وتدفع للصندوق. يا دوب هتقول بسم الله الرحمن الرحيم هيتخلف عيل، تقعد معاه سنة سنتين، وبعد كده بقى خلاص بقى تسيبه هو بقى يكمل بقى، يكمل المسيرة بتاعتك. أنا كل خوفي بس من حاجة واحدة، إن أنا أوصل شاب 60 سنة وأخلف عيل ولا حاجة وما يعرفش يكمل المسيرة بتاعتي اللي أنا ابتديتها. ما أنا ابتديت برضه في سن مش سهل إن بني آدم يوصل ويقف على رجله في سن 60 سنة ولا حاجة. يا جدعان برضه انتوا بتتكلموا ازاي؟ فمن موقعي هذا بوجه رسالة مهمة جدا بالنسبة لموضوع الصندوق. يعني يا ريت لما أوصل لل60 وأبقى كده شاب واقف على رجلي وأقول بسم الله وأتجوز، تقسطوا لنا موضوع الصندوق ده يا جدعان. معلش يعني، معلش. يعني نخليها مثلا، آه، الصندوق مثلا يبقى إيه، يبقى قسط مثلا على 30 40 سنة كمان، بحيث إن لو ربنا مد في عمر البني آدم وعشنا لل100 سنة نكون قدرنا نسد اللي علينا بالنسبة لموضوع الصندوق. بس كده. يعني انا اتمنى ذلك. بس يلا، السلام عليكم.